ضواحي مدينة المحمدية شهدت حادثة سير مميتة على الساعة 5 من فجر هذا اليوم، حيث فارق 4 أشخاص وطفلة الحياة، وأصيب 34 مسافرا بجروح متفاوتة الخطورة إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالطريق السيار، كانت قادمة من مدينة سنغير ومتجهة صوب مدينة الدار البيضاء. فقط عشان باش حسيت الشيفور دور البوله على اليسار شويه، ما تحك كيلعب بيه الكار والناس كيغوتوا ويدور على اليمين، دور على اليمين بحال البوله دورها بالزربه، طاح في الفوسي نيشان. كنت انا ناس ملي سمعت ديك الزعزيع وسميتو صافي ملي فقت طاحنيت الكار على الجنب. وإلى مستشفى مولاي عبد الله بمدينة المحمدية نقل المصابون لتلقي العلاجات الضرورية، فيما نقلت الحالات الحرجة إلى قسم الإنعاش بمستشفى جامعي ابن رشد بالدار البيضاء. 5 كانوا في حالة وفاة 5 حالات حرجة تم التدخل السريع هنا بالمستشفى ثم إرسالهم إلى المستشفى الجامعي ابن رشد. 15 حالة هي تعاني من كسور، حيث تم تقديم العلاجات الأساسية والأولية لها. 15 الحالة هي كذلك في حالة مستقرة سوف يتم الاحتفاظ بها في المستشفى لمدة 24 ساعة تحت المراقبة، و4 حالات هي تحتاج لتدخل الجراحات العظام والكسور. مرة أخرى وللأسف يزداد عدد ضحايا حرب الطرقات ببلادنا، والسبب يعود بالأساس إلى الإفراط في السرعة وقلة النوم والانتباه والحذر أثناء استعمال الطريق.